ويا حبايبي زي ما انتم شايفين خلصنا الطبقين بتوعنا النهارده، الوصفتين اللي انا قلت لكم عليهم، ولا اروع من كده ولا اجمل. بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا. بسم الله ما شاء الله، تعجبكم جدا ان شاء الله لما تجربوها. وانا عايزاكم بس تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. وصفتين مختلفين جدا، يعني عن بعض. هما طبعا بالبيض، بس وصفتين مختلفين. كل وصفه فيهم ممكن نقدر نعملهم زي ما انا قلت لكم، نعملهم مع بعض او نعملهم لوحدهم في الفطار او في العشاء او في الغداء زي ما تحبوا. اهم حاجه ان احنا بنغير برضو في الاكل بتاعنا، عشان برضو ما نزهقش، او ولادنا كمان ما يزهقوش ويحبوا ياكلوا الاكل بتاعنا، ونشكله لهم كده ونزوقه لهم بالالوان بتاعتنا اللي انتوا شايفينها ده، عشان نفسهم تتفتح عليها ويحبوا انه ياكلوا الاكل ده. يا رب النهارده الوصفتين يعجبوكم وتطبقوهم وتقولوا لي ايه رايكم فيهم. واللي لسه شايف قناتي لاول مره ولسه ما اشتركش، يفضل يشترك ويفعل زر الجرس، ويحط لنا لايك كده حلو يا جماعه. اهم حاجه تحطوا لنا اللايك عشان نقدر نوصل لاكبر عدد. وبشكركم جدا في نهايه الفيديو بتاعي. وادخلوا بقى شوفوا الفيديو من اوله وشوفوا الوصفتين اللي احنا عملناهم ازاي. بشكركم جدا، مع السلامه حبايبي. في البداية بس يا حبايبي، قبل ما نعمل بقى ما نحمر البطاطس بتاعنا في الطاسة، هنجيب اول نتبله. نحط عليه الملح، طبعا حسب رغبتك زي ما انت عايزة. كل واحد بيبقى عايز يحط ملح قد ايه. وزي ما عودتكم كمان ان انا لما بحمر البطاطس عشان اديه لون حلو، بحط عليه ايه، بحط عليه معلقة او معلقتين كركم الصغيرين كده، برضو بيدي لون حلو قوي وهو بيتحمر، بيخليه لونه كده ذهبي وجميل اهو. نقلبهم بقى في بعض كده، وبعدين نحمرهم على الطاسه. خليكم كده معايا. وبعد ما الزيت سخن عندي اهو في الطاسه، نحمر بقى البطاطس بتاعنا. شوف لونه جميل ازاي لما حطينا عليه الكركم. طبعا انتوا عارفين الكركم ده مفيد جدا، فاحنا الحاجات اللي نقدر اللي احنا نحط فيها الكركم نحط، ما نبخلش عليه، عشان ناخد الفوائد اللي في الكركم لينا ولولادنا. هنحمر بقى كميه البطاطس اللي عندنا اهو. بعد ما نحمرها خليها لون ذهبي كده وجميل، هنعرف بقى ان شاء الله هنعمل ايه مع بعض كده. انا جايبه لكم طريقتين حلوين جدا، ان شاء الله ينفعوكم يعني، وهتحبوهم باذن الله، هيبقى طعمهم جميل جدا وهتشكروني عليهم، لانهم والله بجد بامانه هيبقوا يعني طريقتين هايلين ان شاء الله للبيض المقلي وللفطار للعشاء. ممكن ينفعوا برضو للغدا زي ما انت تحبي يعني. نقلي بقى البطاطس ونشوف هنعمل ايه. خليكم معايا يا حبايبي. بعد يا حبايبي ما خلصنا قلي البطاطس، هنحط بقى قطعه سمنه كده او زبده في الطاسه بتاعتنا. عشان هنعمل ايه بقى، هوريكم دلوقتي طريقه حلوه جدا هتحبوها وهتعملوها على طول ان شاء الله. ما عدتش هتقولوا بقى البيض الا بالطريقه دي. بس نستنى بس السمنه بس تسيح كده. نحط قطعه كمان اهو. بعد ما السمنه ساحت عندنا هنعمل ايه، هننزل بقى بالبطاطس اللي احنا محمرينه ده. هناخد شويه منه، طبعا ما هوش كله، هناخد شويه منه كده ننزل بيهم، نشوحهم كده في السمنه اللي بتاعتنا دي، حبه كده حلوين اهو. ريحه السمنه جميله جدا ما شاء الله. الوجبه دي بتبقى حلوه قوي الفطار قلت لكم او العشاء، واللي حابب برضو يعملها للغدا مع اكله كده اقتصاديه تبقى جميله جدا اهو زي ما انتم شايفين كده. هات كمان بطاطستين بعد ما تشوحوا كده بالسمنه او الزبده. احنا عندي كده هنا ضربه بيض حط عليه الملح والفلفل بتاعه. هنربط بقى البطاطس ده كله بالبيض ده، بتبقى جميله جدا بسم الله ما شاء الله، هتعجبكم قوي. دي اول حاجه في عندنا اللي هو اللي قلت لكم الوجبتين النهارده اللي بالبيض، دي اول حاجه فيهم.
تبقى جميله جدا. طبعا هنسيبه بقى البيض بقى ياخد راحته كده ويتحمر مع البطاطس. اكله جميله جدا ومفيده زي ما انتم شايفين، بدل البطاطس طبعا ما بيبقى لوحده او البيض بيبقى لوحده. طبعا ولادكم هيحبوه لان فيها بطاطس مقليه ومغذيه جدا طبعا للاطفال. نسيبه بقى كده لما ياخد البيض يتحمر كده معاه، وهيمسك بقى فيه في البطاطس ده. ما انتوا شايفين ان انا قلبتها على الوش التاني عشان هي كانت اتحمرت، اخدت لون اهو جميل جدا وريحتها حلوه قوي اهي ما شاء الله عليها جميله جدا. بعد بقى ما تاخد برضو اللون برضو من تحت كده، نحطها بقى ايه في الطبق ونقدر ناكلها وهي سخنه كده، بتبقى جميله جدا ما شاء الله وطعمها لذيذ وهتعجبكم ان شاء الله. دي اول طريقه واول حاجه طبق عملناه بالبيض. هنعمل كمان طبق بالبيض دلوقتي جميل جدا برضو، اسمه طبق البيض بالبيتزا، زي البيتزا كده بالظبط وبيبقى ريحته خرافه. ان شاء الله هتحبوه برضو وهتبقوا برضو تعملوه لاولادكم وتجربوا الوصفات بتاعتي دي النهارده. حاجات خفيفه كده وفيديو خفيف عشان تعرفوا بس تعملوا. ساعات بنحتار كتير بين الفطار والعشاء، ما بنبقاش عارفين نفطر ايه او نتعشى ايه، فانا قلت اما اقدم لكم كده طبقين نقدر نعملهم برضو للفطار او للعشاء. خليكم معايا ما نعمل بقى الصنف التاني. التانية بقى معانا هنحط برضو قطعه من السمنه كده او الزبده زي ما انتوا عايزين. افضل طبعا انها تكون زبده بلدي او سمنه بلدي، تبقى جميله جدا طعمها خطير. ندوبها بس كده، دي برضو بتبقى جميله جدا ما شاء الله. الطبق ده بيبقى هاي. نقوم نعمل ايه بقى؟ انا مقطعه عندي هنا طماطم رانشات زي ما انتوا شايفينها كده، وعندي كمان فلفله الوان وفلفله خضراء. لو انت عندك فلفل اخضر بس مش مشكله عادي خالص. هنعمل ايه؟ ننزل اول الطماطم نرصصها كده عندنا في الطاسه. هي بس هتدبل بس حاجه بسيطه كده اهو. تدبل بس حاجه بسيطه كده وبعدين بننزل عليها الفلفل بتاعنا، تبقى جميله جدا ما شاء الله. انا مش عايزه الطماطم تستوي، هي بس تشويحه بس كده مع السمنه. هي كده كفايه قوي. هننزل بقى عليها الفلفل بتاعنا، كان الوان او اخضر مش مشكله، اللي عندك موجود حطيه. نحطه كده بطريقه كده عشوائيه عادي، برضو هيطلع برضو الريحه بتاعته كده. وبعدين بعدين هنحط عليه الجبن اللي عندنا، اي نوع جبن بقى، عندك شيدر، عندك جبنه رومي، عندك اي نوع جبنه مورزاديلا. ريحه الفلفل بس تطلع كده. الطبق ده خطير خطير زي ما بقول لكم، والله لو جربتوه مش هتبطلوا تعملوا البيض الا بالطريقه دي. جميل جدا، انا عملته قبل كده لاولادي طبعا كان طعمه خطير. يعني هو اول طبق كان خلص على السفره. اهو الفلفل طبعا ابتدى ريحته تطلع. انا عندي هنا جبنه رومي هحطها قطع كده زي ما هي كده، هتسيح بقى على الفلفل والطماطم. اول ما بتبتدي تسيح كده تسخن نحط كمان معاها قطع لانشون، ممكن نحط معاها رومي مدخن، ممكن نحط معاها
آه، اللي هو اي حاجه موجوده عندنا موجوده نقدر نحطها، اللانشون بالفراخ، الهوت دوج، زي ما احنا عايزين. طبعا ريحتها خطيره مع الفلفل، ما شاء الله طالعه ريحتها حلوه قوي. زي ما انتم شايفين كده ابتدت تسيح اهي. ننزل بقى عليها كده بقطع اللانشون، عندي كمان قطع لانشون هنا اهو. نغطيها كده بقطع اللانشون. اخر حاجه بقى ان شاء الله هنحط ايه، هحط عندي البيض. انا طبعا ربى البيض وحط عليه ملح وفلفل عشان يمسك بقى الكلام ده كله مع بعض، وهيطلع ان شاء الله احلى طبق. طبق طبعا غني زي ما انتم شايفين كده، في حاجات كتير وكفايه الالوان بتاعته كمان جميله جدا. تقدروا تعملوا باللي انتوا عندكم موجود في البيت زي ما انتوا عايزين. انا كده بقى عندي البيضه اهو رباه، حط عليه الملح والفلفل بتاعه. هنزل بقى ايه عليهم كده كلهم، ريحته حلوه جدا زي البيتزا بالظبط، بسم الله ما شاء الله. هنزل عليه كله، البيض بقى هيمسك بقى ده كله مع بعضه لما يستوى، وبعدين نقدر نقلبه على الجهه الوش التاني اهو زي ما انتوا شايفين كده. اهو كده بعد ما قلبتها على الوش التاني يا حبايبي، ريحتها تحفه، مش قادره اقول لكم والله العظيم جميله جدا، بسم الله ما شاء الله. قلب الشقه عندي ريحتها. ان شاء الله الطبق ده برضو هيعجبكم. انا بحب اجيب لكم كل الاطباق السهله اللي فيها فكره، اللي تقدروا تعملوها في بيتكم بكل سهوله. هي كده خلاص، هنطفي بقى عليها النار ونبتدي بقى نقدم اطباقنا. خليكم معايا يا حبايبي.